الشمس فوق الرؤوس، والعرق يغمر الناس، وكل شخص ينتظر أن ينادى باسمه، وفجأة يناديك ملك. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. تخيل أنك أغمضت عينيك لتنام، ولم تستيقظ على صوت المنبه، بل على صوت لم تسمعه البشرية من قبل. نفخة واحدة، فتتشقق الأرض تحت قدميك، وتتطاير الجبال كأنها غبار، وتنطفئ الشمس، ويغرق الكون في الفوضى. تفتح عينيك مذعورا، فلا تجد بيتا ولا مدينة ولا سيارة ولا هاتفا. كل شيء انتهى. تنظر حولك، فإذا بالناس يركضون في كل اتجاه، لكن لا أحد يعرف إلى أين. ترى أما تهرب من طفلها، وأخا لا يلتفت لأخيه، وصديقا مر بجانب صديقه وكأنه لم يره قط. كل إنسان يصرخ بكلمة واحدة: نفسي نفسي. ثم تسمع النداء الذي كانت تسمعه في القرآن طوال حياتك: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتدرك أن هذا ليس حلماً، إنه يوم القيامة. تمر الساعات، أو ربما آلاف السنين، فلا أحد يعلم. الشمس فوق الرؤوس، والعرق يغمر الناس، وكل شخص ينتظر أن ينادى باسمه، وفجأة يناديك ملك. ترتجف قدماك، تتقدم ببطء، وقلبك يكاد يتوقف. ثم يوضع بين يديك كتابك، فيه كل شيء، كل صلاة صليتها، وكل صلاة تركتها، كل كلمة قلتها، وكل نظرة ظننت أن أحدا لم يرها، حتى الدموع التي بكيتها وحدك، وحتى الذنوب التي أخفيتها عن الناس. لا شيء ضاع ولا شيء نسي. ثم تسمع الأمر: اقرأ كتابك. فتبدأ في القراءة، ومع كل صفحة تتمنى لو أن الزمن يعود دقيقة واحدة فقط، دقيقة تتوب فيها، دقيقة تستغفر فيها، دقيقة تصلي فيها ركعتين. لكن الزمن انتهى. اليوم ليس يوم عمل، بل يوم حساب. فاسأل نفسك الآن: لو نودي باسمك في هذه اللحظة، هل ستكون سعيداً أن تفتح كتابك؟ أم ستتمنى لو لم يولد اسمك أصلاً؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.